رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس ما قرآن الكريم سورة مجادلة آية 8 تفسير كشاف تفسير إمام الزمخشري. الله تعالى آية كريمة دا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. خيت نابيني یاد مزناکی به بالوان کسی که آتبو نهی کرن ج خبردانا بگیزلی پس تا دبر هفدا و ثم يعودون لما نهوا عنه دیگل که آتبو نهی کرن جه دیسا وگریان به بالوی تشتی که جه آتبو نهی کرن یعنی ناو توپلم دالبر جماعتی یا القارشی هنکا دوی خونکن بر گوی هف بس نکن به هفرا اوی نکن و انی زمان دا اشارتی بچعوا و وک حنک کرنجی نکن یه هاتبون نهی کرن اما دیسا وگریا بون ببالوی تشتی کجی هاتبون نهی کرن ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بهفرا بدزي خبر ددن أو خبر دانا كو گناه نيارتي چيتكن و بأمرية رسول خدا صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وقت آتين جمتا سلام ددن لتا بسلام کو خدا لتا ددن يعني او سلام کو خدا لتا ددن بيوي سلام لتا ددن فرق لي سلام كي لتا ددن وانا بيجا مثلا سلامي كدبن السلام عليك فلان ويقولون في انفسهم اشتكوا السلام عليك دبيجن وقشخال جم خد نفسه خدا دبيجن لولا يعذبون الله بما نقول يعني شما مادام كو پیغمبره و ام سلام لي وقتا ددن ام نابن السلام عليك ام دبن السلام عليك شما نفر لمن ناك و خدا ما بدا عذابش بك خدا ما عذاب كدمه پیغمبرتی رسول الله صلی الله علیه و سلم باور ناک آجا خدا به حسبهم جهنم بسوانه یعنی جیوان جهنم یصلونها ایورن آبتن تیدا فبئس المصیر چخوا جیکی نخوش جی چوندنا ببالوا انجی نخوش جهنم. آجا إمام كانت اليهود والمنافقون يهودي ومنافقة يتناجون فيما بينهم منافقة بهفرة بالدزي خبر ددان ويتغامزون إشارة ذكر بأعينهم إذا رأوا المؤمنين إشارة ذكر بشعب خو وقتاكم مؤمنا ددين يريدون أن يغيظوهم يعني قصدوان بوي خبردان بوي إشارة كرني جبوكم مؤمنا ببعجين بقحرين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر نهي وان كرج في خبردان بدزي وإشارة بعينا فعادوا لمثل فعله عيني ديسا وقريان ببالوان كرني خوي بريفا ديسا دوام كرن وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين و خبردان وانجي تشتي گناه و تشتي نيادبو نيارتيش بو مؤمن را وتواص بمعصية الرسول ومخالفته و خبردان وانا بهفرا توصية ذكرا لهف بأمريا پیغمبر صلى الله عليه وسلم
وبمخالفتها بيغمبر صلى الله عليه وسلم. وقرئ ينتجون بالإثم والعدوان، يتناجون ما خان القراءات كده ينتجون ومع عدوان خان بالضمي بالبرشي بكسر عينيجي آتيا خاندن، ومعصيات الرسول أوجي بجمعيجي آتيا خاندن. جد آية ده ما جو وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. حيوك بما لم يحييك به الله يعني أنهم يقولون في تحيتك أو منافق أو يهودي بيجند السلام قلت ددن السلام عليك يا محمد بيجند والسام الموت أوجي صام معنا مرنا. والله تعالى يقول جد سلام قضاء شيء وسلام على عباده الذين اصطفى. قضاء بسلام لسر عبد خدائك وخدا وان نقان ديا وان سيچمش كريا وخدا بقى ذكرنا رسول پیغمبر يا أيها الرسول دبي يا أيها النبي دبي وماناجي ترسي قلتنا خطابا خدا برسول الله ترسي وي بيراس تلا ليس خطاب. لولا يعذبنا الله بما نقول. قالوا يقولون ما له يعني شبه محمد إن كان نبيا أجرك پیغمبر به ولا يدعو علينا نفرنا كلمة حتى يعذبنا الله بما نقول. يعني نفرنا كلمة وخضب مبدأ عذابه. يعني ما دام پیغمبر وأمجي بشكل سلام ددن يعني حاشا وك أموت خابين وأوجي نفر لما ناك خضب مبدأ عذاب. فقال الله تعالى حسبهم جهنم عذابا. يعني دمين كوين نفرناك وخضا ما نادى عذاب داين خضا دبي جهنم عذاب ولا رجمان را بس يترلي. آية تظن خدا تعالى يا أيها الذين آمنوا أي قال وانكسك وإيمان هانية إذا تناجيتم أجر كوا جزدي بحفر خبر دا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني آمنوا بمعنى خطاب منافقة يعني وانك وبدف إيمان هانية وبقلب نانية ياخد خطاب تسبب مؤمن رايب يعني وين وكوان نكن وين قبكو وبهفرا خبر دا بدزي قلنا بنيارتي بمخالفة رسول الله لبشوي خبردن وتناجوا بالبر والتقوى ون خبردان وبهفرا قنجيبة بتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون بترسنجوي خضايك وإني ببال ويبا حشر ببن وببال ويبا طلب. إنما النجوى أنجق خبردانا بدزي كون بهبرا خبر شورا بدزي شور بكرماني بين شور نوصا نا شور مشاورة مشاور الأمر يعني بوليس مليس كان بدزي يهدي قرشة يعني بمعنى بهبرا بدزي خبر معنى إذا أو تشتكوا بتزيب عمرا خبر دنكو جنابة كنا يرتيبة مخالفة رسول من الشيطان أو الشيطان يعني شيطان وتشويقات كبال وتشتهاني با كما ليحزن الذين آمنوا جبوك محزوم بك إيكو إيمان هاني. أنا إنك هذا طيبي إيمان ببش وليس بضارهم شيئا وني نزرار نادا وان تشتكي. يعني يا أب شيطان زرار نادا يا جي أب محزونتي من زرار نادا وان إلا بإذن الله
زرار تيجي إذن خلاص تنبت زرارك ناقشة مرفع. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل خبدن. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مؤمن هرداي توكل خبدن سرخان. برا بدن. أمر. فليتوكل أمر غايبة. أجا يا أيها الذين آمنوا الرافقين الذين آمنوا بألسنتهم. يا مقصد آمنوا أو إيمان بالزمان إيمان هانينا وقلب وان تصديق نكريا خطابا منافقة يا ويجوز أن يكون للمؤمنين معطف أو ضهافة يا أيها الذين آمنوا تكتب يعني أو كسكو بإيمان هانية أي إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك في تناجيهم بالشر. اخطاءكو وبها رب زي خبر دا ون خبنزت ميشي وانكن خبر دا مرد گناه داد نباشيه دا ون وتناجوا بالبر والتقوى ون لسر خيري لسر باشيه لسر قنجيه لسر تقوى بها زي خبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. واختاكم وانسحب لجمع هفبون دحب هفرب زي خبر ندن بها بالخو فإن ذلك يحزنه أبيا ومحزون بك يعني عجبت حتى من ذات شكي دبيش. وروي دون الثالثي جاءت رواية جدي حديث پیغمبر درتين معرف سيحب لجيكي با دحب بالزمانه كي فرق ليجي خبر دن عيني وقبيا يا عيني وصايع يعني تشتكو ايه قارشي معرفة حوالي معرفة فعم ناكك معرفة هردو بهاو خبر ده هم معرفة دزي خبر ده هم بالزمانه كي حوالي معرفة خبر نظام معرفة خبر ده فرقنا عينينا ماله الروايات ده دون صاحبه معها ودون الثالثي ماله روايات الفاتحين بري خو بدا ميكروفون جانا بري تجي دور دبا دن اكتب ماله شو دنجت أطيع خواندن فلا تناجوا تتناجوا رواية قراءة منع ضد قراءة كده تناجوا يا ربعات فاتيك يا وعن ابن مسعود إذا انتجيتم فلا تنتجوا ابجي قراءته اللي ماكي وعن مسعود وروي عن المسعودي وعن ابن مسعود إذا انتجيتم فلا تنتجوا يعني وقتها بحفرة بالزي خبر ده فلا تنتجوا بالإثم والعدوان أجل آيات لما يقول إنما النجوى من الشيطان أجل سر اللام ألف لام سر النجوى إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان يعني أف نجوى أكو أم باسويت كن أبا معلوم أبا معروف ملك وطا درباس كمل أو درباس بو أو نجوى من الشيطان جتشوض أم بتشد دليل ما تشيه بدليل قول تعالى ليحسن الذين آمنوا يعني جبوك أب خبردان مؤمنا محزون دكادم أو خبردان بقناها بالشرية بمخالفة في خمر كما يقول إنما النجوى من الشيطان والمعنى أن الشيطان يزينها لهم شيطان باشك دكا بخبردانها نجوان را فكأنها منه وكاكو بين نجوى بخبردان
الشيطان بأن أو بخبك ليغيظ الذين آمنوا ويحزنهم جبوك عاجز بك محزون بك مؤمن. وليس الشيطان أو الحزن بضارهم شيئا إلا بإذن الله. لكن الشيطان أو محزونيات زرارك نادم مؤمنا إلا كنت تقدير خضاها با إذن خضاها با زرار الشيطان. فإن قلت كيف لا يضرهم الشيطان أو الحزن إلا بإذن الله؟ يعني شوا وكا تبيج يجمعن كتا تايلاندرمش بك يعني ذاك شوا شيطان ياخذ بمحزونيته بإذن قضاء زرار نادوان. قلت أزل بجم كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم وتغامزهم ددن وهم كرن بمؤمنا دوي خبردان خدا دوي إشارة كرنا بچعبادا أن غزاتهم غلبوا. يعني أزالك ندم وقتا صحابي هنا كي بچانا حربكي بچانا سفركي جبانا وقتا مؤمنكي مسلمانكي صحابي كي تكاد قارشوا بهورا بزي خبر دادان إشارة دكنن. يعني وي إنساني وي صحابي جزان دكن هلا تشتكي بوانك كتونا سواشي وانك كتونا حربي تشكيات ساري وان عجيبة مغلوب من عجيبة مش من بيت شيرن وبي من في خبر بدن. ويغد وأن أقاربهم قتلوا يغد مروي وان هاتنا كشت. كانوا يوهمون المؤمنين نعم كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاتهم غلبوا أو أن غزاتهم غلبوا نار مفعولة للدياج يوهم يرى عيني الصحيح. يعني أنا ضد وهم كري يعني وخبرتنا أخوك منا بكتن أوكيلو وان محسوم وانا وان دكن شبهه مؤمنة راضبين باي سواشي مؤمنة يعني دولايليات باي سواشي مؤمنة مغلوبونه يا أقربائي وهاتنا كشتني يعني دبيب رأيو خبردنا ما هو يسانيد يعني أو شو بيجرا يعني أو كان مسلمان دشكين يعني شوقة مسلمانة دينن جوان و يعني performance وان معنويات وان دشكين ما بينا وان يعني شو زمان حسب من كرم قال خدام ولا يضر الشيطان أو الحزن بذلك الموهم إلا بإذن الله. الشيطان أو محزونتي زرارك نادوان أو تشتكو فانا وهم دكن كبوان زرار بدنوان زرار ناجي جوان إلا بإذن الله. يعني جا تشتكو خدا تقدير كربه أي بمشيئتي تقدير خدا بمشيئة خدا زرار جمر وكسانه بزرار ناجي وهو أوجي أن يقضي الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة. يعني مرنا مربيوان يا مغلوبية وان كتنا حربي أنجح بمشيئة تقدير خضاب. يعني بفصلتيا فانا بحزنا كمؤمنا محزوم بكن نا مربيوان تين كشتن ونجي غلبة مغلوبية مربيوان تين. وقرئ ليحزنه قراءة مجيء أبنبو ما يمجي ليحزنه وليحزنه بشافيا بمجرد كي يكجي حزن يحزن يكجي أحزن يحزن يا وليحزن وليحزن جاءت يا وليحزن يحزن وليحزن ليحزن ليحزن يكسلاسي يكسلوشي بدل محزون كرين شيء
جبيكو بدن محزون كرنا نو يجي شباب أكرم شباب أفعال سيرورة ليحزن ويدبي أظن وقولي ليحزن وليحزن الثانية لنافع والأولى للباقين يعني قراءته أول نافع رواية كلية أبدا جي إصاني ليحزن قراءة النافعة أول جي تمام القراءة ليحزن يا أيها الذين آمنوا كسك وان وكسك وإيمان هانية إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واختاكو هاتا قوتن جوارا جي فرابكن درونشتني دا جي فرابكن فافسحوا ونجي جي فرابكن يفسح الله لكم فضاجي جوارا فرأي تشيبك وجا فرأي أنا بجا مطلقة هر تشتي دا فضا جوارا فرأي تشيبك وإذا قيل انشزوا فانشزوا واختاء جوارا هاد بوتن رابن هرن بلابن ونجي هرن يعني أمر هاد كرن جوارا جندنا بالبال جيكيوا ونجي هرن يرفع الله الذين آمنوا منكم بلندك فضاي تعالى بلند جوارا جواج جوانك إيمان هانينا والذين أوتوا العلم وذلك لدنا مناضجي علما خيزانين ليرفع الله درجاتي فضاء درجي بلندك والله بما تعملون خبير وخضاء تمام كرني و هاي دار خبردار تفسحوا في المجالس توسعوا فيه يعني فرابك الجير ونشتني دا جي فرابك يعني وليفسح بعضكم عن بعض فرابك هنا كي جوراج هنا كار يعني جيب ذنها يعني خذ هنك خطوبك أريخ باك نجمو هنا كدني من قولهم افسح عني سلا جي ما بشيكا جي فراكج معناه وشي أي تنحى يمكن دور بكابا خبدا كنار ولا تتضاموا شي ناكن سقش ماي شي ناكن يعني خب سر هبدا نادا جي هب فرابك وقرئ تفاسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفاسحوا إجاب باب مشاركة جي آتيا يعني تضام ما رجع تضام خب هبا نزل لقينا يعني مثلا هبا نزل لقينا سقش ما شيء يعني أعرف نا مثلا يكو خوزا ولا النبوة وهبا دين بيجي تنبضتنا أوصى خجاف دور بكن خجاف خجاف نبوة بكن برا يكاربه ولا النبوة ولا جروني ولا تضامو يعني يك ولا أو خبدن روحك يكن كاربل بيرودي وصانع كنا وقرئ تفاسحوا بباب المشاركة جيات والمراد مقصد إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس مقصد مجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد مقصد مجلس مجلس پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلام وكانوا يتضامنون فيه تنافسا على القرب منه كلام دست ملكات والمراد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا صحابية يتضامنون يعني سر هبدا بالضبط هبدا زلقان
فيه مجلس الرسول دا تنافسا على القرب منه جبوك كتم يرشك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به وحرصا على استماع كمال كلامه يعني صحابي تم خبيش دادا وبهذا وصاء يعني تقشماي جبنا كبر زيدك نزي پیغمبر منو گوتنی گلاری کن بله لكن رسول الله ضها خوش سعد كان ضها راح السعد وقيل إلى جوجوتيا هو المجلس من مجالس القتال صدج مجلس يدبردا صف قتال صف حربين وهي مجلس قتال شنو مراكز الغزاة جيكو غازي حربشي جيكو حربشي سواشي لي توب دبن او دبن جي بدن هاي براو جبن بله صاف دقرن وموزي دقرن ويش كقوله تعالى مقاعد للقتال يعني جيكو تقدر ساكن جوا حربين موزية حربين وقرئ في المجالس أقول تفسحوا في المجلس وفي المجالس جي أطيقات قيل كي قلت كان الرجل يأتي الصفة إنسان هات بضل صفي بجيكو صحابي اللي رونشتيبوت وفيقول دغو تفسحوا جيتي كان فراببا فيأبون لحرصهم على الشهادة يا أواوي دموزية إيجاد صفة حرفية إنسان كده تقول جيب المجي أجيب كذا موزية أجيب كذا مجية كأمتد حربك جبو والشوق وانا لسير شهادته جينات دانها بغلي خود ببرج أمد للجيه دا يعني سبب نزول آيات هنك قلت يعني وقرئ في المجلس بفتح اللام وهو الجلوس إجا مصدر ميمي وشغل مجلسا إجا رونشتن بخو رونشتن دا فرعيه جيك أي توسعوا في جلوسكم ولا تضايقوا فيه رونشتن خدا فرعيه جيك تنغايه يعني فرروني أو زاخد تربه هوا نزل قين أو كنا يعني فرروني قبل يكات احتياج شيء بروش دارد يفسح الله لكم فضاجي فرعي جوارا شيك أبيا مطلق في كل ما يبتغي الناس الفسحة فيه كل أبيا مطلقة جنالة بكل تشتكو إنسان دوي تشتهاني دا فرعي تفازه يعني يفسح الله في المكان في المجلس خدا نقول يا وند مكان دا فرعي تشيك أو خدا تعالى إجا جنال فرعي كل سر وتشيك لا أريد تفسح في المجالس أو في مجلسين درون جيرون اشتندا إجا يفسح الله لكم من المكان والرزق والصدر والقبر وغيره قضاء يجي وفرابك قضاء رزقي وفرابك قضاء قلبي وسنغ وفرابك قبر وفرابك وبنزاري أقول إذا قيل لكم انشروا وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا إذا انشزوا انعضوا بمعنى حرب رابن للتوسعة على المقبلين جبوك فراي شيبا جبواني كتير إن هضوا رابا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أمرتم بالنهوض عنه وقت أمري رابنا وهاد كرن رابن يو مثلا شو ننا غورنا مثلا في أمس ما دعوتي نانكريه نا غورنا ورونشتنا قرانه بونا وكان ذلك يؤذي النبي آيات كتي دليل خدا قلت يعني وقت هاد تنجر الرابن ونجي الرابن ولا تمل رسول الله بالارتكاز فيه رسول الله عاجزناك يعني برنوشتنا وازيده پیغمبر راح تسزنك بالسكنة دوي أو ينهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير إذا استنهضت يعني وقت أمري وهاد كرم عندنا بقال لما يجي بقال جهادي بقال أعمال خيري بأمري وفشاد كرم رابنها من هرب ولا تثبطوا ولا تفرطوا جرانية إفراطي نكند نجو تقصيراتي من تفرطوا تقصيراتية ولا تثبطوا يخب عرضي ونزل قين يعني جرانية يرفع الله المؤمنين بلندك قضاء تعالى مؤمنا بامتثال أوامرهم بقاننا أمر خضاء رسوله وبقاننا أمر البيغمبر صلى الله عليه وسلم والعالمين منهم خاصة ألا أزلك لا عالم مؤمن را قضاء تعالى بلندك جمؤمن را أزلك لا عالم را درجاته مرتبة ودرجة وانخضى بلندك والله بما تعملون قرئ بالتاء قضاء بكرني والياء يغض والله بما يعملون بكرني وان قضاء دزان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها واختار عبد الله بن مسعود بآياتها بخندا قال يا أيها الناس افهموا هذه الآية في آياتها فهم بك إذا كوي خبدني في آياتها دبيتش فهم بك ولا ترغبكم ولا ترغبكم في العلم ولترغبكم في العلم ولترغبكم في العلم لي يا لسدا لي أمر برا في آيات هاني تشويقا وجهك بالعلم في دوام آيات ده علم جيابه يرفع الله الذين آمنوا وأولو العلم درجات آيجا في آيات باش فهم بكن وبرا الرغبة وجهك في آيات هاني بالعلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم بين العالم يعني تينا أو يرفع الله كجواب أمره يعني يعني النتيجة أجر كون أوابك الخداج درجة بلن بك شكي جواب أمره مجزوم تيه إجا أمر معناه شرطي دو خدا تقرأ يعني وقته إن تنشزوا يرفع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجة بين عالم وعابد دا درجان بين كل درجتين حضر الجواد المدمر 70 سنة بين هر درجة كداجي عذر چوندنا بسرعت یا آجوتنا حسبکی روان به و المدمری ایکو تیر به خورد به 70 سنة 7 سال وی حسب هانه ورا آجوتن بروانی او حسب روان 7 سال دادم حفصد بو
صد درجة هر درجة كي حفتي صل وحفص بله وكحتى كي حفص صل باز أو حسب كي روان حفص صل دنوا 1 درجة دنوا جور جيرا 1 درجة ظهر بله وعنه عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فضيلة عالم لسر عابد وكا هيوا كأنبين هيوا شارد شبي هيوا قطام شبا دولونايد بمتركي أنبين هيوا شارد شبي لسر استيركي دني شوا رونكايا ويجوان زيادة ترى فضل عالم لسر عابد أوقع وعنه عليه السلام ديس رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رواية كرن يشفع يوم القيامة 3 رجع قيامته دا سيحب شفاعته الأنبياء ملا رجب اسكارم تشكي دوی داره دا يعني كما بعث فضل عالم كر چونكي شو يرفع الله الذين آمنوا دنبوي دا اوان يعني عالم جي شو جنوا الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا تفسير جو خاصة العام ويجي فضل تفسير إجا يعني ابن بله دوام وتشكيز غد سيدا أنا كرمكي مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء بخنبر وثم العلماء ثم الشهداء يعني دبردا آيات سيدة آيات أوايا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتنا يعني علمي وهو سيدة قول الذين آمنوا بناب آمنوا ده أهل علمش هنا إذا ذلك كده أهل علم خداوان دبي ذكر خاصة اشتعام اهتماما بالشعر الخاصي أوصي من الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء فأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة فأعظم قلة بقرة يعني تويش خا بقرة قيمة بدأ ومرتباك أو مرتبة واسطة بين بيخمبرتي وشهادتي دا قد أرى هردي دا رسول الله ذكر كر أو واسطة بين بيخمبرتي وشهادتي دا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله والأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء يعني أو رسول الله بيكرنا أن أرطى أنبياء وشهداء فأعظم توي تعظيم بك توي بقرأ بك يعني قاسك الظالم فعظيم بمرتبة فعل تعجبه يعني ما شاء الله شو مرتبة كما ظنه هي واسطة بين النبوة والشهادة بله شو مرتبة كي بلندا مزنه بشهادة رسول الله كأوجي مزناتي أوجي الشهادة ورسول الله يعني أمجبر خدا جناب جن رسول الله بخش شهادي دايا بمزناتي بمرتبة يعني هو عجبا للدية يعني ما أنصر وأنصر به ومجا أو شغل خوش عظيم يعني شقا مظنة أو مرتبة بواسطة بين نبوة وشهادة دا وأوجب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيخنبر قلت يعني الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وعن ابن عباس خير سليمان بين العلم والمال والملك
خدای تعالی سلیمان علیه السلام مخیر کردن بین علمی و مال ملک. یا سلیمان کیش جوانش دگری فاختار العلم. حضرت سلیمان علمی گرد فاعطی المال والملك معه، ومال وملك جی پیرا هاتن دانش سلیمان علیه السلام. وقال عليه السلام لسه خدا بوتي وأوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم الظالم وأجتب هر زاناي حسدك. وعن بعض الحكماء ليت الشعري أي شيء أدرك من فاته العلم، يعني خزكا من بزان با أي شيء أدرك يشتي أو كفاته العلم. يعني أو علم جي فوت يا علم نقر يبي علم مايا، يعني كب يا خوي خوتش. وأي شيء فات من أدرك العلم. أيجاكو يا خوي علم كاتشهن ذاكريا. خوي علم با خوي هر تشتا يكون خوي علم با نخوي تشتا. وعن الأحناف كاد العلماء يكونون أربابا. يجا بيتش معناوي شوات سلحة، يعني دماء كل إنسان عالم أوجي أمر إنسان كل بباشي، أمر معروف نهي عن المنكر، لسان أبونا تشتي باشتا، يعني نرديس أوجي ببانا الرب شوا ببانا الرب معناوي شوا سدا تدري دبي أو زيد أن يكون أسد. مسألة أو باص علامات قيامته كذب أن تلد ربتها. يعني مثلا ربتها دمك وكاك جوين كي تشتاهين دكا أبي هاوي كواش حاشية جد بيجا مثلا بيجي خداجي عليمة وعلم بمرور رجيه، خداجي رحيمة رحم بمرور رجيه. يعني ده صفات هذا مرور ورتاخي صفات خدايا فقط صفات خدا قديما ولا غير متناهية إمر محدودا. يعني دمك إنسان عالم بدوان صفته ده هنك ده زيادة غير علمي أو كنا عالما جوان ده بيجداتر. يعني دوان صفته ده زيادة جوان زيادة محاشا نكون جيجني خودي دمك دوان صفته ده مبالغات دوان رجيهية. يعني جهان نزل خدا من يعني خدا تناهينا يعني نهاية جوانتنا مع حدود جوانتنا جاي مرة هي فقط وقت إنسان كي خوي رحمة وبوي رحمة راجع علمه به دمك رحمة ويده هذا چونكي بكل هات تشتاد زانه شكرا چه لازمه چقا لازمه فلان شوبو وعلمي ويجي تشتا حقيقة تشتا بيد قبول كلم علمي يقين بيد ذكرن. يعني برويه كي دمك غلو جيت إلى تشيبيا. ويمكن أن يذهب بهذا الحكم إلى معنى الإلحاق كما تقول كاد زيد يكون أسدا جد هالجد. والإلحاق لا يستدعي المساواة من كل الوجوه. والعلماء إذا تخلقوا بأخلاق الله بقدر استعدادهم لكونهم دعاة للخلق إلى دين الله هداة قادة إلى صراطه المستقيم صح أن يكون يتخصص به. بالي يعني فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به خضاد به ويده الذي يبطش به أبوه معناه يبطش به وقدم الذي يمشي عليه. وكل عز وهر عزيز شراف
لم يوطد بعلم كنطبع دستكرين كنطبع عجلاندن بعلم أو شرفهاني تديع بداني أو حديث والله بيتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور القرآن بنور بنور الله بنور الله دمك قد وقت كلط فيك يكيرا يقين بديك علم اليقين بديك ده جهوالي خويك علم اليقينات داين ده زيدتر بيجدت شيء أو صفر وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير كل عزت وشرفك نطبع دستكرن بعلمه نطبع عجلاندن بعلمه أفيا ببال زلته و دچه يعني وقت ده بمعنى وقت ديرك وقت أوا شكلاندن أوا تمل آبتن يعني عزتك يكون أتمنى نعلم به دستك يجعل مرب بالحرية كده ما هو يتعجلنا مرب برسست تجديب هذا ثابت لاشترنيش دستك يعني وعن الزبيري العلم ذكر بعلم ميره فلا يحبه إلا ذكورة الرجال إلا ذكورة الرجال يعني ميركم ميرنج علمي هست إنسان يكون ميرنج علمي بين آدم جيبي آدم بين مكشير دبي مير ناس يعني علم شيء ميرا أنجح إكوز لايق بعلمي را علم ناصبك يعني علم وكي جوهرك هي أنجح تويبي با صرافة فهمتك أن تويبي با خردجيا أنجح أو إنسان قابلية توي جوهرك تدا هبة أو جزوي جوهرك فهم مثلا تزير بي با خردجيا يفهمنا بني أصابكم الله خير كثيرا بس هذول المواضيع